السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يقول لك ان الايفون ما فيهوش اي انبهار حط الفيديو ده في عينه. 80% من مستخدمي الايفون ما يعرفوش نص الحاجات اللي انا هقولها لك دلوقتي. لو فاتح اي تطبيق او اي متصفح او حتى برنامج الصور وحبيت تطلع فوق خالص، كل اللي عليك تعمله انك انت تدوس على علامة الساعة. لو انت جالك فويس نوت على الاي مسج او على الواتساب وانت عايز تسمعها بس في ناس حواليك وانت مش عايز حد غيرك يسمع، تعمل ايه؟ كل اللي عليك انك انت تعمله انك انت بتفتح الفويس نوت وتحط التليفون على ودنك على طول. ساعتها الصوت هيتحول لسماعة الودن هنا، ولو انت خايف ان اي حد يسمعك انت ممكن تخش على الكنترول على طول وتوطي الصوت خالص، وبعد ما توطي الصوت بتروح مشغل السماعة وحاططها، مشغل الفويس مسج دي وحاططها على ودنك، هتشتغل تلقائي وفورا في سماعة الودن. لو حد بقى طلب منك الموبايل بتاعك عشان يعمل حاجة وانت عايز تديله الموبايل بس انت مش عايزه يفتح اي برامج تاني، تعمل ايه؟ ممكن ساعتها تعمل خاصية الجايدد اكسس، والخاصية دي بتتيح للشخص ده ان هو يتصفح البرنامج اللي انت عايزه يتصفحه بس او عايزه يشتغل عليه بس ما يقدرش يدخل على اي برنامج تاني ولا حتى يقدر يوصل للهوم سكرين. وعشان يطلع من البرنامج ده محتاج باسورد عشان خاطر يطلع منه، والباسورد معاك انت لان انت اللي هتحط الباسورد في الجايدد اكسس. أيقونة الساعة على الهوم سكرين بتوريك الوقت الصح، وكمان لو بصيت على عقرب الثواني هتلاقيه بيلف جوه الأيقونة نفسها. حاجة كده يعني بسيطة بس كول شوية. في عندك كمان تطبيق الايبوكس. الايبوكس ده تطبيق كنز بمعنى الكلمة. انت ممكن تعمل ايه؟ كل اللي انت ممكن تعمله انك انت بتحمل كتاب معين على موقع سفاري عادي. اول ما بيفتح معاك على موقع سفاري بتدوس على كلمة open in iBooks وتلقائي الكتاب هيتفتح في الايبوكس وهيتحفظ في الايبوكس، تقدر توصل له في اي وقت بدون استخدام انترنت. مش عايز تستهلك زر الهوم سكرين ده كتير، تعمل ايه؟ ممكن انت تعمل اختصار في الشاشه نفسها لزر الهوم سكرين ده، تقدر منه انك انت تعمل سكرين شوت، تقدر منه انك انت تتصفح ما بين الابلكيشنز او غيرها او كده. وممكن الموضوع ده سهل جدا، هتخش على الخطوات اللي انا هوريها لك دي. بص بقى، في فيتشر حلو قوي وانت بتعمل مثلا ايه، بتعمل شات مع اصحابك سواء بالعربي او بالانجليزي، بتشغل خاصيه الديكتيشن، والخاصيه دي بتفتح لك علامه الميكروفون في الكيبورد. اول ما بتدوس على علامه الميكروفون دي تقدر انك انت تتكلم والكيبورد تكتب مكانك. يعني هناخد مثال بسيط، هندوس هنا Hello Tom, how are you doing? I'm going to work tomorrow by 6 a.m. كتبتش حاجه، هو اللي كتب لوحده. وكمان في ميزه ذكيه جدا جدا في الايفون، لو انت بتكلم واحد انجليزي ودخلت على محادثه واحد تاني كنت بتكلمه بالعربي، لما بتروح تكلم الانجليزي هتظهر لك الكيبورد الانجليزي، ولما تروح تكلم الشخص اللي انت بتكلمه عربي هتظهر لك الكيبورد العربي. سهل عليك حاجات كتير. طبعا ما تنساش انك انت لو هتكلم واحد تاني مستخدم ايفون زيك كده، يكون لاكي وبيستخدم ايفون زيك، انت ممكن تعمل معاه فيديو كول وفويس كول ببلاش عن طريق الفيس تايم، وكمان ممكن تعمل تكست مسجز عن طريق الاي مسج ببلاش فور فري، وتقدر تبعت له صور او فيديوز او اللي انت عايز تبعته. لو انت فاتح تطبيق الكاميرا وحبيت انك انت تصور صورة بالموبايل، كل اللي عليك تعمله انك انت بتدوس على الزرار اللي بيعلي او بيوطي عشان خاطر تصور زي كده. وبرضه نفس الحركة دي ممكن تعملها لو انت موصل الهيدفونز، الزرار اللي بيعلي ويوطي اللي في الهيدفون ممكن انك انت تشغل موضوع التصوير. لو انت فاتح متصفح سفاري وفي كلمة معينة انت عايز تدور عليها داخل الكلام الكتير قوي ده، بس انت مش فاضي انك انت تقرا الكلام ده، كل اللي انت هتعمله انك انت هتضغط هنا في اليو وتكتب الكلمة اللي انت عايز تكتبها، وهتلاقي اخر اختيار من تحت، يعني مثلا هنكتب هنا ايه، وادي، ماشي، هتلاقي اخر اختيار من تحت بيقول لك on this page دي بحث داخل الصفحة اللي انت بتدور فيها، فانت بتدوس على بحث كده بيوديك على الكلمة اللي مكتوب فيها كلمة وادي. كول ها. وبرضه وانت على موقع سفاري، لو انت عايز تدخل على موقع معين بس مش عايزه يتسجل في الهيستوري وعايز انك انت تتصفح وبعد كده تمشي، سواء بقى كان موقع اي حاجة، تمام، مش عايز اي حد يشوفها، كل اللي انت محتاج تعمله انك انت بتختار انك انت تفتح تاب جديد من هنا، بس مش هتعمل choose tab، دوس على كلمة private. اول ما بتدوس على كلمة private بيدخلك على حاجة كده غامقة، شاشة غامقة،
وتعمل نو تاب وتكتب اللي انت عايز تكتبه، وساعتها بعد ما تخلص شغل على الويب سايت ده هتقفله وتدوس على كلمة برايفت مرة تاني وخلاص. اعتبر انك انت ما عملتش حاجة اصلا. وانت في تطبيق الاي مسج وعايز تشوف وقت ارسال او استلام الرسالة، تشوفه ازاي؟ كل اللي انت محتاج تعمله انك انت بتسحب للشمال كده، هيظهر لك التوقيت هنا كده. انا عايز اكتب كلام كتير قوي قوي لتام عشان خاطر ابعت له، بس انا غيرت رايي، عايز امسح الكلام ده. اعمل ايه؟ اقعد ادوس على زرار الديليت؟ لا، مش محتاج. كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اهز الموبايل. اهز الموبايل. بص كده، شايف الكلمه دي اللي ظهرت؟ بيقول لك undo typing. لو انا دوست على كلمه undo typing ماشي، هيمسح لي الكلام اللي انا كتبته. كول ها؟ طب تعرف انك انت ممكن تشغل اغاني او قرآن على الايفون بتاعك وتخلي الايفون يفصل الاغاني او يفصل القرآن بعد وقت معين؟ سهل جدا. كل اللي انت محتاج تعمله انك انت تشغل القرآن او تشغل الاغاني اللي انت عايز تشغلها، وبعدين بتعمل سيت تايمر. يعمل ايه بقى التايمر؟ ستوب ميوزك. طبعا احنا كلنا عارفين لو انت حاطط الهيدفونز وجات لك مكالمه، كل اللي انت محتاج تعمله عشان ترد عليها من غير ما تطلع الموبايل من جيبك انك انت تدوس على زرار اللي في النص وهيفتح معاك المكالمه. ولو انت عايز تنهيها هتدوس برضو على زرار اللي في النص. طب لو انت مشغول وعايز تكنسل من غير ما تطلع الموبايل من جيبك، هتدوس دوستين ورا بعض. لو انت بتصور فيديو زي كده وحابب انك انت وانت بتصور الفيديو تاخد صور، تعمل ايه؟ شايف الدايره البيضه دي؟ كل اللي انت محتاج تعمله انك انت بتدوس عليها وهياخد صور وانت بتسجل الفيديو نفسه. في صور بتتصور دلوقتي وانت بتاخد الفيديو. لو انت جهازك من الاجهزه الكبيره اللي هي ال6 بلس او ال6 حتى او ال7 او ال7 بلس، كل اللي انت محتاج تعمله عشان خاطر توصل، انا دلوقتي عايز استخدم الموبايل بايد واحده، بس عايز اوصل لفوق هنا ومش عارف اوصل لها. كل اللي انت محتاج تعمله انك انت بتخبط خبطتين او دبل تاب على الهوم سكرين، على زرار الهوم، وهينزل لتحت. بص، ممكن افتح اي حاجه كده، تمام. لو انت في متصفح سفاري او اغلب البرامج اللي موجوده على الايفون، عشان خاطر تعمل رجوع لورا للصفحه اللي قبل دي، انت مش محتاج انك انت تدوس على السهم اللي ورا. انت ممكن كل اللي انت بتعمله وانت ماسك التليفون بايد واحده انك انت بتسحب لورا كده يرجعك لورا. طب انت غيرت رايك وعايز تطلع لقدام، بتسحب لقدام. ماشي، بتسحب لقدام كده طلعك لقدام. تعرف انك انت ممكن تخلي الفلاش ده ينور اثناء المكالمات؟ الموضوع سهل وبسيط. هتشغلها من الجنرال سيتنج اكسسبيليتي LED فلاش. وما تنساش لو عجبك الفيديو او استفدت منه باي نصيحة، ياريت تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو عشان يفيد ناس اكتر. ما تنساش تعمل منشن لاصحابك بتوع الاندرويد وتقول لهم انا ايفونر. اما لو انت اندرويد يوزر، ياريت بليز اعمل سويتش للايفون. الفيديو ده ابل ما دفعتليش حاجة فيه، بس انا خايف عليك وعلى مصلحتك، وعارف ان مصلحتك هتبقى في الايفون مش في حتة اندرويد كله فيروسز وحاجات كده بيبوظ وبيهنج وبيسخن وحاجات زي كده. ماشي، بس اعمل سبسكرايب عشان خاطر تشوف الفيديو اللي جاي عن مؤتمر ابل والمنتجات اللي هتظهر فيه واحدث الاصدارات اللي هتظهر فيه، اللابتوبس او الايفونز اللي هتظهر في شهر 9، او ممكن الاوبريتنج سيستم نفسه بتاع ابل والتحديثات اللي فيه، وكمان نصايح جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.